متابعينا، عدد جديد يأتيكم على الشروق الإخبارية من برنامج القفة. ضيف عدد اليوم أيوب صلالة، ممثل مسرحي من ولاية عين الدفلة. كم هي الميزانية؟ كيف هي الأسعار؟ تابعوا معنا هذا العدد. السلام عليكم. كما تعرفوا برنامج القفة راه عندي اليوم عند أيوب صلال. أيوب صلال من ولاية عين الدفلة، كما تعرفوا ممثل مسرحي ومنشد. اليوم رانا مع برنامج القفة، عندنا ميزانية تاع 200 دينار جزائري، يعني 200,000. شوفوا معنا مع بعض هذه الحلقة وباسي باسي، واللي ما يحبناش راح يباسي. يلا هذيك. يلا اذا مشاهدينا الكرام، كما راكم تشوفوا لحقت انا وايوب اللي راهو ضيفنا لنهار اليوم للمحل الاول باش نبداو نديروا لي زاشان تاعنا، باش نبداو نشوفوا اولا مع الخضره وكدايا. وانا وياك ايوب نخيروا في الخضره اللي تحتاجها لنهار اليوم. احكي لي شويه على يومياتكم في رمضان، كيفاش راكم تجوزوا فيها في عين الدفله، كيفاش راهم يجوزوا عليكم الاجواء الرمضانيه. كما نعرفوا. السلام عليكم على كل حال. مرحبا. رانا ضيوف عندكم. مرحبا. الله يحفظكم. والقفه اليوم راهي عندنا. صحه. اي فوالا، كما نعرفوا رمضان تاع هم السنه هذا جاز علينا شغل كيما المنام. يلا نخير معك واحكي لي كيفاش كيما المنام كيفاش جاز بالخف. جاز بالخف فريمون. بالخف رانا في الاسابيع الاخيره تقريبا. فوالا ما حسينا له كيفاش جاز. هكذا ندو شويه قرعه للشربه. زيد وشنو تانيك؟ زيدو ندو سلطه. نزيدو ندو سلطه، خير وحده مليحه. زيد قول لي كيفاش عندكم الاجواء الرمضانيه في، بما انه رانا في الخضره، احكي لي الاطباق المشهوره عندكم في ولايه عين الدفله. عين الدفله؟ شنو هي الحاجه اللي تحبوها بزاف ولا تاكلوها بزاف في رمضان؟ ما نكذبش عليك، انا ما غير شريبه. انا انسان يحب لي فريت. الله يبارك. انت من عشاق البطاطا. هذاك مكة. تري بيان. نزيدو ندو الخيار لي سالاد. واش تحتاج ثاني ايوب؟ انت قول لي واش راح طيب وانا نعاونك في الخضره اللي تحتاجها. باينه الشريبه ندير شويه لفتانيك للشريبه. صحه. زلنديه. اوكي. يلا بما انه رانا لحقنا عند صديقنا نشوفوا معاه لي بري شحال نديروا. السلام عليكم خويا. السلام ورحمه الله. واش راك مع رمضان؟ والله الحمد لله. ربي يعاونك ويقدرك. يسلمك اخي. صح. قبل ما توزنا واش دينا قلنا لي بري باسكو احنا في البرنامج نقولوا لهم الاسعار في البلديه اللي نكونوا فيها. ماشي مشكل، احنا في بلديه ولاد فايت عندنا شلاضه هنا 12 000، عندنا هنا ثاني 12 000، عندنا ليكا 13، عندنا 11، عندنا 12، عندنا 13 وعندنا 14 وعندنا 15 من هنا. البطاطا والبصل. البطاطا 7000. البصل كاينه هذيك تاع 30,000 وكاين تاع 10,000. هاي تاع 10,000 هذا. يعطيك الصحه. حسب لي بري في السوق، تفوت يكونوا لي بري طالعين، تفوت يكونوا هابطين. نحن رانا مع السوق نمشوا. صحيح. يلا ايوب، بعد ما قريب نعمروا القفيفه انا وياك نولي نحكيو شويه عليك. احكي لي في برنامج القفه، انت الله يبارك في سن ال 21 سنه ممثل مسرحي. احكي لي كيفاش في الاول حتى دخلت للتمثيل المسرحي، ولا ميولك كان اتجاه المسرح؟ فوالا، هي اول شيء من بكري الحاجه الاولى انا ممثل مسرحي ومنشد. في الصغر كنت يعني ننشد انشاد في المدارس كذا. وحاجه اخرى يعني من جاتني فرصه باش نلحق، كنت نضل نتفرج هكا نشوف في المسرحيات وكذا، كنت نقول ديما علاش ما نكونش انا كذلك ممثل. كان نهار من دخلنا مع هكا مع شي شباب وتكوننا والحمد لله ورانا طلعنا فوق الخشبه ورانا ممثلين. صح. احكي لي على الشعور ولا التجربه تاع اول صعود للخشبه، يكون فيه يعني نوعا من الارتباك ونوعا من احكي لي شويه على اول مرور لك في الخشبه. باينه اول مرور في الخشبه، يعني اول مره تطلع الخشبه وتقابل بيبليك كبير وكذا، يعني راح يحكمك ارتباك كبير. سيرتو من اول مره كانت ليا لعبنا في تلمسان، وكان الجمهور ما شاء الله الله يبارك.
وجازت انتيك. واش كانت المسرحيه ولا واش كان الدور اللي درتو نتايا؟ مسرحيه رحله زمن لعبت فيها الدور الام. كانت مسرحيه صامته ميمي. الله جازت يبارك أنتيك. الله يبارك. يلا الله نكملوا يبارك. القضيان كيف كيف. يلا وانا وياك نكملوا في ليزاشان تاعنا. ايوب، احكي لي النشاطات تاعك في رمضان كشاب جزائري، كيفاش راك تجوز فيهم؟ شنو هما النشاطات اللي كدير فيهم؟ كيفاش راكم ديروا؟ النشاطات كاين في السهرات في دار رمضان كما جازت انتيك، يعني جازت يعني حفلات فنيه سواء في الانشاد سواء في يعني في دور المهرج كما يقول لك الاطفال، سواء في المسرحيات كما اليامات الاولى كان عندنا لي تورنوا، جزنا الالجي تي بازا وجازو انتيك يعني. كان فيهم اقبال عائلات يخرجوا في الليل؟ ما شاء الله كاع والله غير انتيك. ميم سيرتو شغل موافق عندي في اليامات الاولى ما كانش كاع، بصح هذا العام جازت انتيك ميم شغل اليامات الاولى وجازت. ولو انه ماشي غير في عندنا، يعني كل الولايات الجزائريه الايام الاولى من رمضان شغل تدخل في التعود. كاملين يتخبوا في الدار، بعد ما يوالفوا الاسابيع اللي موراها يبداو يخرجوا يديروا نشاطات والايامات الاخرين يبداو حوايج العيد كما راكم تشوفوا. يلا نكملوا انا وياك الجوله تاعنا ايوب. فوالا. ايوب، شنو هما الاطباق اللي تحبهم هكا في رمضان؟ ولا تيم مالح ولا تيم حلو ولا حنا ياك على بالك نتشهوا بزاف؟ فانت واش من مجموعه نصنفوك؟ واش من مجموعه؟ بون هي كما نعرفوا الناس اول حاجه يبداو بها هي الشريبه. انا انسان ما يحبش الشريبه. فوالا، كاين اشخاص كيما انت ما يحبوش الشربه صح؟ ما ناكلش الشريبه. اي بون يما شافت لي حاجه اخرى واللي هي الله السوب. صح، تاع الخضره تاع فوالا. زيد في الاطباق حاجه اخرى شغل يكون من داك طاجين، نقولوا مثلا برك طاجين زيتون ولا جو سي با. دوزيام بلا فوالا. انا في دوزيام بلا واش ندير؟ لي فريت الله يبارك. قرقوط هذا هو دوزيام بلا تاعي. زيد في الحلويات ولا في لي ديسير؟ في لي ديسير بون كاين زلابيه ولا لي طارتولات ولا هذوما اللي نحبهم. تري بيان. وصامصه وهذوك الامور التقليديه، قلب اللوز متعارف عليه في رمضان يعني. قلب اللوز من داك، ولكن عندي القهوه. مدمن قهوه. الله يبارك بصحتك. صحه. يلا نكملوا الجوله تاعنا كيف كيف. أيوب، بعد ما عمرنا القفيفة أنا وياك الله يبارك، لحقنا إلى نهاية هذا العدد. سي الوقت باش نخليوك تطلع القضيان للوالدة. بيان سور نهاية العدد يعني لحقنا وقت الفطور وقريب وكذا. صح، الوقت اللي باش تروحوا توجدوا. كانت حلقة رائعة وخفيفة الظل معك أنت يا أيوب. نخليك ربما توجه آخر كلمة للناس الأحباب اللي يشوفوك من خلال برنامج القفة. شكرا. آخر كلمة واش حابين نقولوا؟ يا خوتي رمضان مبارك للجميع ان شاء الله. وربما هذا اليوم الاخير، هذا الجمعه الاخيره من رمضان. يعني الجمعه الاخيره الجايه ان شاء الله راح يكون العيد ان شاء الله اذا كتب ربي. سينو صح عيدكم مع البكري وجروب BTP ربي يحفظهم. سينو باسي ومرحبا بك معنا. مرحبا بكم معنا. يعطيك الصحة. أما انتم مشاهدينا الكرام، وقال إلى قولكم موعدنا غدا إن شاء الله، قفة جديدة، ضيف جديد وميزانية جديدة.